يا أهلا بيكم. والأسلوب الثالث من أساليب تحليل السلوك التطبيقي هو أسلوب اللعب المنظم. يعني إيه لعب منظم؟ اللعب المنظم هو نوع من أنواع اللعب بيبقى ليه هدف معين ومخطط مسبقا، واللي بيديره حد كبير زي الأخصائي أو المعلم. يعني مش الطفل بيلعب كده وخلاص، لا، هو بيلعب عشان يكتسب مهارة معينة أو سلوك معين، زي إن هو يتعلم يشارك أو ينتظر دوره أو يميز ما بين الألوان. يعني إيه مقابل للعب الموجه أو الغرضي؟ اللعب المنظم هو مقابل للعب الموجه أو الغرض. يعني إيه؟ كلمة مقابل هنا معناها بديل أو معادل، بس يعني مش متطابق تماما. يعني النوعين دول قريبين من بعض في الفكر، بس مش بالظبط في كل حاجة. اللعب الغرضي أو الموجه هو برضه ليه هدف، بس ممكن يكون أكثر حرية شوية. لكن اللعب المنظم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي بيكون أكثر ترتيبا، في قواعد واضحة وتسلسل الخطوات واضحة، وكمان بيكون أغلبه يعني جماعي. يعني ممكن نقول إن اللعب المنظم هو شكل من أشكال اللعب الموجه، بس أدق وأنظم وأكثر تحكم. في حالة ذوي الإعاقات، بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات احنا بنستخدم اللعب المنظم علشان واحد، نعلم الطفل سلوك معين زي التعاون والالتزام بالدور، استجابة للتعليمات، أو ممكن نزود له مهارة زي العد أو التمييز بين الأشكال أو استخدام اللغة. كمان ممكن عشان كده بنسميه موجه، مفيش لعبة عشوائية، فاحنا يا إما هنديله سلوك معين يا إما هنديله مهارة. إيه الأمثلة على اللعب المنظم؟ ألعاب الطاولة زي بنك الحظ والسلم والتعبان، ألعاب الورق زي الكوتشينة والبطاقات التعليمية والألغاز زي البازل، ألعاب الأشكال، الألعاب اللي هي ذات قواعد زي الاستغماية والغميضة والألعاب دي. طيب أنت دورك كأخصائي هنا دورك إيه؟ الأخصائي بيكون عنده هدف واضح ومحدد من اللعبة، يعني مش مجرد ترفيه، لا، عشان كده لازم تلتزم ببعض الخطوات. أول حاجة يبعد الأدوات اللعب الخاصة بالطفل، يبعدوا عنه. ليه؟ لأن طول ما هي قريبة منه هتشتت له انتباهه ومش هيركز في التعليمات. كمان الأخصائي بيتأكد إن كل الأدوات اللعبة آمنة تماما، مفيش حاجة ممكن تضر الطفل. ما يسمحش للطفل يلعب باللعبة إلا بعد ما ينفذ النشاط المطلوب منه. يساعد الطفل يركز في المهمة، يعني يقلل المشتتات ويديله تعليمات واضحة. يخلي الطفل منغمس تماما في اللعب عشان يقدر يتعلم من خلالها من غير ما يزهق. يختار ألعاب مناسبة لمستوى الطفل. يحدد وقت وجدول للعبة، يعني اللعبة ليها وقت محدد وتتكرر بانتظام. كمان يفضل إن الطفل يلعب قبل الأكل اللي هو قبل الغداء، أو في وقت مناسب عشان ما يبقاش تعبان أو مشغول. اللعبة لازم تكون ممتعة وجذابة، مش مجرد تدريب ممل، لازم يضحك وينبسط. اللعبة يكون لها تسلسل واضح، يعني لها خطوات مرتبة ومعروفة للطفل. بنستخدم كمان تحليل المهمة في التدريب، يعني نعلم الطفل خطوة خطوة قبل ما يلعبها. يعني نبدأ نعمل له كأن مثلا بنعمل مسلسل معاه في الأول، أو تمثيلية معاه، أو بروفا قبل ما يشتغل عليها بالظبط. نروح لمميزات اللعب المنظم. بيطور المهارات اللغوية عند الطفل، بيخلي الطفل يتفاعل اجتماعيا مع اللي حواليه، بيدي الطفل أفكار جديدة من خلال المواقف اللي بيعدي بيها في اللعبة. كمان بيقدم أنشطة مناسبة لسن الطفل الزمني. إيه عيوبها بقى؟ ما فيهاش مساحة للإبداع للأسف والابتكار زي اللعب الحر. كمان الجدول لو صارم قوي ممكن يعمل له ضغط على الطفل ويسبب له قلق. في أطفال كمان بتحس بالصداع أو وجع في المعدة. في فنيات بنستخدمها في اللعب المنظم زي تحليل المهمة. تحليل المهمة بنعلم الطفل خطوات اللعبة واحدة واحدة، وبنقسم كل سلوك لمهام صغيرة. في النمذجة بنوري الطفل ازاي يلعب الأول وهو يقلدنا بعد كده. الهدف النهائي يا سادة من اللعب المنظم إن الطفل يتعلم من خلاله مهارات مهمة لحياته اليومية، يبدأ يبادر هو باللعب. اللعب ممكن يتم بشكل فردي أو في مجموعات، يعني ممكن يبقى ثنائي أو أكتر. كمان يكمل اللي الطفل اتعلمه قبل كده ويربطه بحاجات تانية هو حاسس بيها وفاهمها. ده كان الأسلوب الثالث من الأساليب تحليل السلوك التطبيقي. هنروح بعد كده للفنيات المستخدمة في تحليل السلوك التطبيقي. منتظركم في الفيديو اللي جاي.